شكون كيحماق على القديد وخصوصا ديال البقري؟ انا من العشاق ديالو، واخا ما عنديش مع القديد ديال الغلمي. المهم خديت كميه من اللحم، ما عرفتش هاد البلاصه اشنو في البقر، راه هي واقيلا هي اللي ورا الضلعه، ما تيكونش فيها نهائيا العظم. تنقددها بشكل طولي كما تشوفوا. ضروري يساعدكم شي واحد في الدار. المكون الرئيسي في القديد هو القزبر يابس مطحون على اليد، الملحه، هذا عندي الملح الصخري او الملحاحيه حتى هي مطحونه، وعندي الثومه. انا المكونات غنكتب لكم من تحت، ولكن كل واحد طريقته. عندي هنا البزار، ممكن ديروا السودانيه في بلاصه، لان انا كندير السودانيه غير ما عنديش. فلفل حلوه كندير انايا الخرقوم على قبل اللون كذلك، وعلى قبل المذاق. والتوابل اللي كتكون حمراء ما كتخليش ان القديد يتجمع ليه شي حاجه ملي كتكونوا ناشرين. وكندير الزنجبيل، الخل باش يخلي اللحم طري، شويه الماء غير باش هذوك التوابل اللي يدخلوا في اللحم، وكندير زيت بلديه، وكنبقى نمعك مزيان حتى كندخل هذوك العناصر في اللحم، وكنأكد على هذه العمليه. وممكن نضيف الملحه الا كانت محتاجه لها. فانا كنذوق القديد الا كان هو هذاك، ما كانش راني تنزيد الملحه وتنخلي